يلا نصنع سطر جديد من التاريخ. انت شخصيه ايه يا ريس؟ كلمني شويه. دبلوماسيه. اللي عايز اجاوب هجاوب يعني. الغباء يا غبي. هو عارفني ازاي؟ انا والله بعالجه، انا والله بعالجه. هات لي ورقه من السفاره تثبت لي ده. 1 2 3 كريم عبد العزيز. شيك متسطر بقى والنبي عشان اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اصحاب ولا فاستك. ازيكم عاملين ايه؟ في البرنامج ده هنلعب 3 ألعاب مش لعبة واحدة. الغرض الأساسي منهم إننا نوقع الناس دي في بعض. في أول لعبة معاهم عملنا سيرفي، سألنا الناس شوية أسئلة وجالنا إجابات كتير. هي دي بقى الإجابات اللي خدناهم معانا في البرنامج. المطلوب منك إنك تعرف إيه هي الإجابات دي. أما بقى اللعبة التانية عليهم عكس اللي فات تماما. المطلوب منك إنك تقول أكتر إجابة مختلفة عشان الإجابات المتشابهة بتطير مع بعض يا حبيبي. اللعبة التالتة عارفني، سألنا التيم ليدر أسئلة عن نفسه، ولو التيم بتاعه جاوبوا نفس الإجابات هياخدوا البوينت. وخلي بالك في اللعبة دي الموازين بتتقلب تماما، بمعنى إن لو في فريق كسب في اللعبة الأولى هياخد بوينت، ولو كسب في اللعبة التانية هياخد برضو بوينت، بس في اللعبة التالتة اللي بيكسب بياخد 3 بوينت. حلقه النهارده كلها حماس وكلها جنان. فريقين اجن من بعض واشرس من بعض. مش بقول لكم. طيب عرفني على فريقك. فريقي الخبره الشواكيش من دوري المظالم، كابتن خالد جواد، محمود بازوكا، كابتن كريم كامي. طبعا يعني الناس جايه النهارده بكامل الخبره، جايه تلعب بكل ما اوتيت من قوه. صح رجاله؟ صح. عاش، برافو على التستوستيرون. انا مشكل هنا حاطط عنصر رجالي عشان اوزن الدنيا بالقلب وبالعاطفه. يلا بينا. القلب والعاطفه. الاثنين انا بستخدمهم الاثنين مع بعض. معانا فريق اكشن، ساره النجار طبعا، يوسف التهامي، هنا الالفي. احنا معانا 3 العاب النهارده. هنبدا باول لعبه. جاهزين؟ تيم ليدرز اتفضلوا. سهله جدا. جواد ماشي يلا. صح معايا بالله النهارده عشان انا معتمد عليك، ما تخلينيش اندم. معاك انا معاك. السؤال بيقول اللي هيدوس اللي الاول هيدوس الاول بالظبط، اللي هيدوس الاول هو ايه اللي هيجاوب. السفاحين الاكثر شهره في مصر. اتفضل. احمد فهمي. احمد فهمي. احمد فهمي هو نفسه بقى ما عمل السفاح. هو اللي عمل سفاح ايه بقى؟ التوربيني. عمل التوربين. لا عمل ايه؟ انا بقول لك جيزه. هو عمل سفاح الجيزه. عمل سفاح الجيزه. اشهر سفاح التوربيني. لا اختار واحد، يا التوربيني يا الجيزه. ها انت كنت مش صح. سفاح الجيزه. جدع. على فكره هي سهلتها له بس قوي يعني. ماشي. قولي سفاح. سفاح المعادي سفاح المعادي اكيد موجود. لا للاسف مش موجود. او انت بتاعتك. للاسف بس احنا معانا ده مش زراعه سفاح الجيزه. سفاح الجيزه موجود عندي ب 15 درجه، مضطر انتقل لشوكي. لا ده كله. لا ده كله. اكيد في سفاحين تانيين. اكيد كان في المعادي. مش ده كان في المعادي. خدنا 15 نقطه. 50 سنة بنشتغل عشانك في صمت. احنا كسبنا، عايزين نعمل حاجه بس. يلا لسه ما كسبتش. لسه لسه ما كسبتش. لسه ما كسبتش. 1 2 3. بنشجع نفسنا. برافو تحفه. وانا مش في بدايه الحلقه. بس يا فاشله. برافو تمام بس تمام. ماشي. لا السؤال لسه مكمل معانا ولسه فاضل 3 سفاحين. ماشي. بازوكا، ايه ده؟ مين هو السفاح الاكثر شهره في مصر بعد سفاح الجيزه؟ تفتكر مين؟ هو في وقت للكلام ده. انا عارف سفاح التوربيني معروف طبعا. التوربيني. طبعا. للاسف التوربيني مش موجود عندنا. بازوكا ارجوك ركز. طب ما تعلوا صوتكم. ها ايه ده؟ هو فيها تصور؟ شهاب الدين احمد. ليه صح والله. انت راجل. انت قلت ايه؟ شهاب الدين احمد. مش هو. شهاب الدين. ده رابر. ارجع لي انا بقى اجاوب بقى. لا انت على فكره ما اديتوش وقت. هو ما كانش قصده ده. خلاص هو ما كانش قصده ده. اقول بقى. لا خد دي. سفاح التجمع. سفاح التجمع اجابه صحيحه. طيب ماشي. ايوه يا بازيو. كده سفاح الجيزه وسفاح التجمع. طبعا فاضل 2 سفاحين. في واحد هسهلها لك سنه. ماشي. تاريخي. من اللي هم سفاحين من اللي اتربينا عليهم يعني. عندي اجابتين ينفع؟ جاوب واحده منهم. لا من غير مشاوره. غير مشاورة؟ ماشي. من غير مشاوره. ماشي انا اصلا بسمع. يلا 5 ثواني. 1 2. عرفت. مين؟ لا استنى. ايه كل لا ثانية واحدة. لا يا جماعة. ايه الهبل ده؟ التوربيني.
التوربيني غلط. يا عم قلنا مرتين. انا ما اعرفش. يلا يا جماعه اصحوا معانا تقولوا التوربيني مرتين. ايوه اسمع هي بقى. انا كنت هقولها اصلا رايه وسكينه. صعبه اكيد. فاضل واحد. مش عارفه. فاضل سفاح. وانا ليه لو جبت السفاح ده هتاخدوا 10 درجات. ومش شرط يكون اسمه السفاح، فاهمين قصدي؟ ايوه فاهم. اقول لكم على ممكن حاجه ندي هنت؟ تاريخي زي ده. اتعمل عليه فيلم؟ اتعمل عليه فيلم؟ اتعمل عليه فيلم؟ اتعمل عليه فيلم. من 3 حروف. هما كل دول اتعمل عليهم افلام. 1 يا جماعه 2 حاجه في محافظه. ايوه الخط. يا برافو. لعيبه. كده اول سؤال خلص. ممكن بقى الاثنين تانيين يوسف وبازوكا تعالوا نسال السؤال التاني. يلا بينا. الفريق ده يصحصح معايا شويه. ايه ده انا ببص فين؟ برضه شفت الاي كيو؟ ده بقى الباز. باليلحق بالظبط. يلا بينا. بيبقى ممكن يغفلك. إيه هو؟ بيغفلك. اشهر عقاب للام المصريه. قبل ما السؤال يخلص بامانه اقول شبشب. الشبشب. وانت ما اكيد صح. ايوه ما انت نفس ممكن الاجابه. ممكن تقول اجابه ثانيه السكور بتاعها اعلى. بس هو مفيش اجابه اعلى من الشبشب الصراحه. الشبشب طبعاً. 20. 20 درجه. فاضل معانا 3 عقابات تانيين. متباع يا باشا. يلا يا هنا. لا من عندك. ايه هو تاني اشهر عقاب للام قلنا المصريه؟ الشبشب. قلنا الشبشب. يعني هي تسكت ما تكلمنيش. الصمت العقابي. صمت. صح عندنا صمت. صح برافو. عامل له كام الصمت؟ عامل له كام الصمت؟ الصمت لو عقابي 10، لو عادي اللي هو لو هترد عليه في كوبايه الشاي والغدا صمت عادي. ده بقى قطع معايا 5. لا عقابي. عقابي يبقى 10. يبقى 10. 10 درجات. واحده كمان. عندك فرصه تلمي بوينتس كتير قوي. هتركن؟ ما هم لازم هم يغلطوا عشان تجيلك. لو كنت تفتكري؟ ماشي. جايين في فضيحه يعني. في فضيحه هتحصل، هتقول لبابا، هتقول لخالته. يا نهار ازرق هتعمل حاجة. عبقريه. طب دي سابقه لاول مره تحدث في البرنامج انه تقول حاجتين في واحده. لا والله. قالت فضيحه لخالته وتفتن لبابا. قالت الاثنين والاثنين موجوده عندي. الفريق ده جاب الاربع اجابات دول. جاب الاربع اجابات. 15 درجه و5 درجات. خدت اللي ممكن نحييهم جامد يا جماعه بعد اذنكم. ممكن نعرف السكور كام عشان احنا بلاش. عايز تروح؟ ليه بلاش ليه ده بلاش. لسه اول سؤال. بالظبط لسه خلينا في الشويه هنعرف اخر الفقره. ماشي. ده كده تاني سؤال. يلا بينا. يلا تالت سؤال. استاذ كريم اتفضل. استاذ هنا اتفضلي بقول لك معانا. تدوس وخلاص على البتاع. انا اكيد هعمل كده. انا حاطط امل فيك. ربنا يستر. حاجه موجوده في تابلو العربيه. يا كريم يا كريم. لا سوري ليه؟ حاجه موجوده في طب كتالوج العربيه. بس هي المفروض هي بس اللي عليها آسف. الدور. هي اللي عليها بس الدور. انت دوستي هي اللي عليها الدور. ايوه انا اللي دوست. عدى 5 ثواني. قولي ها. ايه ماما؟ مصحف. مصحف. اجابه صح. كام؟ 20. طبعا بس انت الاجابه دي طبعا. مصحف 20 درجه طبعا. ايه تاني غير المصحف؟ ومعانا 10 ثواني بقى عشان كده كتير. يلا. بتاع المساحه الفوتو الصفر. لا دي في الباب دي في الباب. سبراي لاي حاجه، معطر. عندك سبراي معطر؟ منظف. معطر. معطر ولا مش معطر بس بنفس اللي عند معطر في نفس القصه. في نفس الموضوع. في نفس الحاجه. ايه ده؟ لا يا جماعه ده احنا نمشي بقى. لا بس خلي بالك المعطر مش موجود عندي هنا للاسف. واحنا صغيرين موجود عندي مش معطر. ايوه انا قلت مش معطر. وما يمشيش. قولي اسم تاني غير المعطر. تعالى بقى. برفيوم. اجابه صحيحه. طب يا جماعه كريم كام؟ A few hours later. ماشي اللي بعده. دور مين؟ كريم؟ جراب النضاره الشمس. للاسف ده مش موجود معانا. يلا يا يوسف قدامكم فرصه. ورق العربيه يا ابن اللعيبه. حاجه متعلقه بورق العربيه. 15 درجه كتالوج العربيه. هو ايه التوزيع بتاع الارقام دي؟ مين اللي بيحطها؟ فاضل حاجه حاجه. كمان. فاضل حاجه. احنا قلنا كتالوج العربيه وقلنا مصحف وقلنا برفيوم. فاضل حاجه. طيب انت بقالك 10 ايام 9 طب ليالي. خلاص لا يبقى يلا ماشي روح لهم يلا اتفضل. ايه ده بتنازع عن النقطه؟ لا نجرب. طب خلاص نجرب. انت الشخصيه ايه يا ريس؟ دبلوماسيه شويه. دبلوماسيه. اتفضل يلا. ها عندنا 10 حاجات ثواني. اللي هي السيف. حاجه بتاعت غلط. ها ها ايه؟ عامل ايه؟ غلط. بقول لك ايه؟ لا استنى. ممكن تحط ايه في التابلو؟
كتالوج العربيه. قلناه. والله قلناه. لا هم قال ورق العربيه. لا عملت نفس القصه. يعني دي ما تمشيش ب 20 بوينت. ما تنسيش عندك ما لقاش عندك قلم. لا والله لا 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 انا عندي والله بجد. طب استنى خد الوقت. ميداليه مفاتيح، ميداليه مفاتيح. هي حاجه ستيل حاجه ليها علاقه بالكتالوجات والورق والاشياء اللي بتتشال. مثلا حاجه ترخيص توكيل العربيه مثلا توكيل. انا اللي قلت قالت يا باشا حاجه مهمه. حافظه قلت توكيل العربيه. قال توكيل. انت عايز ايه؟ توكيل يا باشا. لسه ما نقلتش ملكيه. احط والله. يعني انا اجابتي صح ولا غلط؟ هو جاب قبلك الصراحه. هو جاب قبلك. الصراحه عشان الحكم الحق. الحكم السؤال بيقول إجابة السؤال هتبقى في 15 ثانية بس. السؤال بيقول اسم كرتون مصري. انيميشن مش كرتون. اي حاجه. انا والله كنت عايش بره مصر فمتابع الكرتونات بتاعت هات لي ورقة من السفارة تثبت لي ده. يلا معايا اهي. يلا قدامك 15 قدامك 5 ثواني. يلا 5 ثواني. ثانيتين ثانية. طيب شوف لي يا باشا. الفواكه خدت جواد انت اللي كنت عامله؟ لا انا انت ده ورقتك يعني. ايه ده شهرة كرتون مصري؟ الفواكه مصري. اللي هو بتاع موزو وشوكي مش كان اسمه جنة الفواكه؟ لا ده بتاع عباس العقاد. اول عباس عندك ايه؟ حد عنده فواكه. الفواكه ب 50. انا عندي بكار ب 30. حد هنا عنده بكار؟ حد كده بكار؟ حاجه تقريبا هي مش كرتون. ماشي. هي حاجه يعني. انا عملت واحده. انا عندي هنا 30 بكار 30 و50 الفواكه. ماشي. اللي بعده انا عصام المصباح. يا ابن عصام اللعيبه. المصباح بعيده قوي دي. جامد مصطفى عمر كان عامل التتر. مصطفى قمر لو هنا ما كانش يكتب عصام المصباح. انا اخترت صح. الله يكرمك. بازوكا كاتب كابتن ماجد. يا عم قلت لك مش مصري مصر فكرنا فيه طبعا. قلت لك كنت عايش في بره. يعني هو كابتن ماجد ايه؟ كنت عايش في اليابان؟ ما فطرتش في رمضان قبل كده في مصر وانت صغير؟ ما اتفرجتش على حاجه؟ مفيش حاجه لفتت نظرك على الفطار يا وانت باشا طفل؟ زازه فزازه وجرجير طازه. طب افرض احنا كاتبين ده. ايه ده؟ انت كاتبه ايه؟ ورد بيلعب بره الفاضي. شفت؟ ما تقول لي طيب معناها. دي طفوله متاخره، ده مش شطاره. يلا يا هنا. المغامرون الخمسة. الله. لا ده مش مصري. لا مصري. لوزة ازاي انت بتعد؟ خلاص تمام انا قلت اعمل بس. انا هحتار في امرك. ب 30 المغامرون الخمسه ب 30. احنا عندنا مشكله اكبر. طب احنا كده وعامله ب 50. يا نهار اسود كرتون. عالم سمسم. عالم سمسم. ده مش كرتون. لا بس ده مجموعه. ده انا لما كنت بتفرج على عالم سمسم الريش بتاع فلفل ده كان بيملى شقتنا. السؤال الثاني يا جماعه، السؤال اللي بعده يا جماعه، السؤال اللي بعده ده بيترتب على نشأتك وبيئتك. للاسف انا مش هقدر اساعدكم. يلا اذكر اسم محطة مترو في الخط الأول. يا نهار اسود. ما طبعا. يعني هسألك سؤال، مكان يعني؟ أقدم محطة مترو تفتكريها؟ مكان محطة يعني مثلا اللي بننزل فيه في المترو. محطة مترو. 5 ثواني. استنى بقى. and جايبها من تحت. ستوب. ما ينفعش تكتب 50 مرتين. لا ليه؟ عشان خلاص هي خلصت. لا انت ما قلتليش كده. عادي اختار في 10 اختار واحدة منهم. ماشي. روح هناك خلاص. انا شايفك. ايه؟ انت انا ايه؟ ما انا قلت لك كنت بره مصر يا عم. مترو في دبي. ها اكتب؟ لا خلاص. اول واحدة حدائق القبة. حدائق القبة ب 30. دي تحية لحدائق القبة. ماشي. البحوث ب 10. تحية للبحوث والجيزة. بحوث مش بحوث. عند مقر بتاع العربيات. نجيب محفوظ. ايوه ده اكيد. ما حصلش لسه. ما حصلش ان لا بس هم حاطينه في الخطه يعملوه. في الخطه بقى ده استنى. لا بجد والله ما فيش. والله ما في. هو انت بتقول نجيب محفوظ ليه وانت بتتكلم؟ شيماء مين؟ شيماء مين؟ شهداء يا عم. تاني دي اجابه سؤال تاني. ها انت الثانيه البحوث. بحوث. للاسف صحاب قوي. احنا كده خسرنا لان اكيد صحاب. خلاص الغي لي ال10 بتاعت البحوث. العشرتين كمان. البحوث في الخط الاول. الثاني ده الدق صحيح. الخط الاول فيه ايه؟ هو الخط الثاني قديم قوي كده. الخط الاول عمار يا مصر. هو نجيب محفوظ ده عمار يا مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر. هنا. معروفة المعادي.
المعادي خط اول؟ المعادي خط اول يا جماعه. المعادي خط اول. المعادي خط اول. برافو عليك يا 50 يا ولد يا ولد. انت قلبك ميت في كام طيب؟ جت من مين؟ لا لا قصدك ايه؟ قلبك ميت. عادي مش عارف مش ولا دقايق. معانا على فكرة محطة. كانت سهله قوي. يعني هي تبدو شيماء ولكنها شهداء. الشهداء ماشي صح. شهداء معانا. اذكر يا لهوي ده انا معايا 2 مذيعين راضي يلا هكسب موت. ما تقولش ما تنبرش فيها. يلا ابو تقل دم امه. اذكر اغنيه لتامر عاشور. طيب حتى قديم. يلا والله ما حد اغنيه واحده. والله انا عارفه كتير قوي راح من مخي والله يا زلمه. معلش لا بس انا عارفه. معلش يلا. تايم. تايم يا صاحبي. طيب انا بكتب الكوبليه. طيب صح. لا ما تكتبش نفسك. يلا بينا. خلاص خد 50 ومحدش هيجيبها لان تامر عاشور مش عارف ان هو نزلها. اهي يلا بينا. اتحدى. اديني اول واحد. ذكريات كدابه خدت جواد ب 10 درجات. قولوا له سماح. طب هي ذكريات كدابه ما كانش اسمها كده. انت كده كاتبها. لا اسمها كل يوم. ماشي. انت كاتب واحده غيرها صح؟ انا كاتب كمان. بص بقى سهلها علينا. هو صعب. لا ده انا كاتب كوبليه. ما اسمهاش كده. معلش يا حبيبي ماشي. بس خلي بالك برضه دي حالات واتس. لا اسمعني بس. والله العظيم. طب اقول لك على حاجه، افتح دلوقتي اكتب ذكريات كدابه. هتطلع لي اكتب بقى كل يوم. ممكن تطلع لي بقى بس اغنيه ثانيه. طب الالبوم كان ايه؟ الالبوم احنا يفصل بينا الالبوم. مكتوب ايه في الالبوم؟ كانت نازله ايه في الالبوم؟ كل يوم. هي اسمها في الالبوم كل يوم بالمناسبه. يبقى خلاص بس تتلغي. هنمشيها ليه نمشيها؟ عشان احنا ما نعرفش، اصل انا كاتب كوبليه برضه. يا عم هم 10 ماشي اهو. خلاص مستريح. لا خلاص. درجات احنا عايزين تهبطونا هبطه. انا والله بعالجه ده. خلاص والله. يا سيد محلينه فوق انا خلاص والله. طب مش عايز خلاص معلش. خلاص يهدى ايه اللي ضرب الدنيا؟ خلاص، يلا. 10 درجات عملت كده. قلت ايه؟ استنى هم الاول. عندي يا باشا انا رجع عندي ايراد المحل بالراحه. دور انا ولا اقول؟ انا عندي قولوا له سماح ب 50. ماشي قولوا له سماح ب 50 بس انتوا خلاص. تمام. ماشي. هنا لياليك يا حرام يا حرام على اسمها ايه الليالي. كنت الأغنية؟ فين يا غرام؟ يا حبيبي. كنت فين وانا قلبي مالي. مين يا بابا؟ هي لا أغنية لا مش بيكتبوا اسامي الاغاني، هو كده ما ينفعش. انا بتكلم كنت عارفه. اسمها يا حرام وهي مكتوبه اهي. كمان خلاص مش عارفه اسمها. بلاش ليه يا حرام. عادي عشان ب 50. بس ماشي يا حرام. يا حبيبي مش لازم يبقى اسمها كده. يعني بقى هناخد ايوه بالواجب. يا حبيبي عادي. اسمها وفي ليالي عذابي معاك. ايه ده؟ لا انا مع الحق الصراحه. الصراحه. لا يلا بينا. مع الحق بصراحه بمنتهى الامانه. تمام. لا ملعبي بقى ملعبي. ايوه ما انا بقول لك صح. يلا بينا. حساب له 50. اديني واحده من عندك. واحده. باين له ضاع. خلاص بس خلاص. باين له ضاع. عندك باين له ضاع هنا ب 50. كاتب منى زكي ده كاتب لا بيت عالمي. كبير يا ابن اللعيبه برافو. وانا بتاع بطاطا. انا بغني. الافراح كلها. ها ما كملناش. هي اختارت كده. هي اختارت كده اكيد. اختارت كده. وريني 10. صح 10 ما درجات كملناش ب 10 وبيت كبير ب ب 30. 30. وانا معايا 50. انا معايا 50. ايوه انت ال 10 تحت رجلك بقى. خلاص خلاص ب 10 كاتب باين له ضاع. احنا سالنا ساره وسالنا خالد اسئله عنهم قبل ما نبدا. ماشي. دي الفقره اللي بنبدا فيها نستخدم اسم البرنامج اخيرا، اصحاب ولا فيستك. ماشي. 50 سنة بنشتغل عشانك في صمت. فهنعرف اذا كنتوا اصحاب ولا ولا فيستك. سمعونا سقف الاسم البرنامج لو سمحت. عشان انت اللي حاطه يعني. لا مش انا. اتفضل معايا يا استاذ خالد. اتفضل يا فندم. اتفضلي يا استاذه ساره. يلا. هنبدا بخالد الاول. هنبدا بخالد وهنبقى نيجي للاستاذ. ما تقعديش بقى. خلاص انتوا اصحاب بقالكم سنين. ضراير. عشره. كده. فيديوهات وخروج وسفر وكل، فالمفروض هو عارف كل حاجه. خرق وخرق. الصحاب ايه؟ اخويا الفيستك. يلا. لو خالد عارف ان في حد بيتكلم عليه، حد بيتكلم عليه من وراه بيعمل له حوارات، هيعمل ايه؟ ايه رد فعله؟ لو عارف ان في حد بيتكلم عليه، ما هو بس انت عشان بس ايه ما نسرحش بخيالنا ونعبط. ايه بيتكلم عليه دي بتحتمل ايه؟ لا انا مش هبص له، اصل انا عارف والله. بس ايه بيتكلم يعني بيقول ان خالد مثلا راجل مش جدع وبيتكلم عنه ان هو يعني ماشي. هيعمل ايه؟ كلمتين من اللي هم يعني ما يعجبوش ولا يسر ولا عدو ولا حبيب في قعده مش حلو. طيب هيعمل ايه؟ هو بص خالد فعليا مش هيعمل حاجه،
بس هي ودي كل وقت بعد اسكت ما تكملش بقى ما دام وصلت لهنا اسكت اجابه بس صحيحه. هيفضل. انا كنت هقول لزياده ان هيجي يشتموا معايا انا. اوكي. بس يعني ما كنتش هغير الاجابه. يلا طيب ايه الفوبيا اللي عند خالد؟ المرتفعات. الطياره انا مصوره فيديو عشان بس مصوره فيديو. اقول لك على حاجه هو في الطياره احنا يعني راكب، هو خايف يقع من كرسي الطياره وهو قاعد جنب ورابط الحزام مش عارف ليه، ومقتنع لحد ما وصلنا يعني. يا ساتر يا رب. اخر سؤال، ايه اكتر حاجه بتستفز خالد؟ اكتر حاجه بتستفز اكتر حاجه اللي هو بتعصبه اللي هو تعالى جاوب يا كريم، عايز تجاوب؟ انت في حاجه عندك مشكله؟ لا ما عنديش مشكله. تمام الراجل يعني. ما قالش حاجه يعني. تعالى نتشاور يا كامل. ماشي قول لي لو عايز اجاوب هجاوب يعني. على فكره انت لخبطتني، انا كنت فاكر حاجات الاساليب دي مش حلوه. ليه اساليب؟ انا بسالك ايه عادي. هي اكتر حاجه بتعصب خالد؟ 10 ثواني. لا في كذا حاجه. اكتر واحده اللي هو لما اتسال قالها. باشا بقى تبقى تبوظهاش. اكتر حاجه بتستفزه. خليك بص لي انا هنا. لا طب اديني هنت انت. لما ما تكونش لا 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 اديني هنت اهو من ورا خالد. يعني حاجه بتستفزه. حاجه بتستفزه، حاجه تعصبه. ايوه لما حاجه تصرف او شخص معين لما بيبقى في حاجه بيتعصب ايه قوي. ال 10 ثواني دي؟ لا مفيش 10 ثواني، ده مش 10 ثواني. مفيش هنا بقى يعني سمه شخصيه في حد بتعصبه. حد خبيث. إجابة الخبز خاطئة. الخبز صح؟ إجابة لا خاطئة. ما قالش الخبز اجابه خاطئه. الغباء يا ابني الغبية الغباء يا غبي ده 24 ساعة متعصب عليك يا بس. ايوه عشان انا غبي فما عرفتش الاجابه. عرفت المعلومه بالطريقه الصعبه يعني بالطريقه الصح. بالظبط. شكرا خالد، شكرا فريق الشواكيش. انتوا لحد دلوقتي ربع فيستك. لا ليه لسه هنشوف. يلا إيه اللي نصنع هيحصل؟ سطر جديد من التاريخ. يلا بينا ما تخليك عادي بقى يا ابني انا اسمي خالد جواد ما بعملش كده ما بزودش. يلا بينا. يلا اول سؤال لفريق اكشن. يلا بينا. ساره النجار، مين اكتر شخص مفضل عندها في الحياه عموما؟ سؤال سهل قوي. مايكل جاكسون. او انجلو. انت حد واحد صح؟ حد واحد. حد واحد. مامتها ست الحقيقة. لا والنبي. كل الجنة تحت قدامها. هذا البرنامج بحبك يا ماما. كويس طبعا وكل حاجه، بس ايه بقى قصدك ايه؟ هتقول حاجة على ماما؟ يعني انت هتقدر تقول مين حاجة على الانسان ماما؟ المفضل عندك؟ مامتي. ماما ايه ده؟ ده سؤال. طب والنبي على فكره يعني ممكن يبقى حد خدنا اجابات ب2.5 وب5 مش كده. مش سؤال مين المفضل كان عندك؟ ممكن اقول بابا بس هم قالوا ماما. بص الجايه. طب بص الجايه. بص الجايه. بص مين المفضل عند ماما؟ مين جوز ماما؟ بص الجايه. حاسه ان ماما هتتضايق. تيم اكشن. يلا يلا بينا. اكله ساره ممكن تقعد تاكلها طول عمرها. المحشي الله. ملكة المحشي ملكة المحشي. اصعب اجابه في الدنيا ليه؟ اديك شايف. لا دي بتاكل محشي. دي كل بتاكل ده محشي انت شايف كل ده محشي. انت عامل ده بقالك سنه ودي بتاكل محشي. انت متخيل؟ لله. يلا بينا. معلش يا خالد انت حلو انت فل. اخر سؤال اخر سؤال وان شاء الله هيخيشوا فيه. يلا. جيمي اعمل حاجة. ما انا عملت معاك كل فنان دخل فنان ساره عمرها في حياتها ما هتحب له عمل. لا اما ايه؟ مش هتحب له عمل؟ مش هي ما ما بتحبوش بحبوش ولا بحبه؟ يعني انت قايله لهم على الاسئله ولا ايه بقى؟ لا 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 عشان انا اللي ما مجاوبه. بتحبوش؟ سؤال لا الشفافيه في عشان البرنامج. لا الا ده اوكي. سؤال تاني. سؤال تاني. يلا اسالها سؤال من دماغك يا عم. ناخد السؤال. انت اسال سؤال من دماغك. اسال سؤال من يلا دماغك. السؤال اسال من سؤال من دماغك انا بقول. فنان ساره مستحيل تعدي له عمل. دوده لازم تعديه لازم تتفرج عليه يعني لازم. تتابعاه. فنان بتحبه يعني فنان بتحبه موت. لا ما تبص نقولوا لهمش. مع بعض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نقولوا مع بعض. مع بعض انتوا واثقين الدرجات. لو احنا كده. باينه قوي يعني. والحلقه اكتب يا تاريخ كده 5-0 تمام. لا لسه لما يلا ماشي. هو يلا واثق قوي يعني. 1 2 3 كريم عبد العزيز. يا نهار ازرق. يا لهوي كريم عبد العزيز ده فنان مغمور جدا. ازاي
يا ابني فاهم. ده وجه جديد. ايوه ممكن تقول عادل امام. هبقى اعرفك عليه. عادي. طب ما انا فنان يا احمد خلاص عز. هسال يعني سؤال. بس النتيجه الاول. معلش سؤال. لا اشوف بس ازاي انت ما انا نتيجة هنعلن، كده ما انا وعرفت كده كده الإجابة انا دي؟ وريني بقى ايوه مش عايزين والله العظيم هرجعها لك. في ايه؟ مش عايزين. انا عايز اشوف في ايه؟ انا عايز اشوف الاجابه. هي هم عرفوا ليه؟ عرفوا ليه؟ مش زي ما كان جوزين عبد العزيز. هو مش كلهم زي اصحابك. يعني هو مفيش غير كريم عبد العزيز اللي حلو قوي يعني كلهم التانيين لا 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 هم جم عندي البيت الحيطان كلها كريم عبد العزيز، كلها كريم عبد العزيز. مستعد تقدم اي حاجه اشتغل قدام كريم عبد العزيز. والله العظيم بجد مثل قدام كريم عبد والله العزيز. العظيم وانا كمان بكلمك ناس بجد. كتير قوي. ما بالظبط شباب شباب نقول نتيجه كلمه مبروك قليله عليك. قليله والله قليله. صراحه عملوا وبتحب كريم عبد العزيز وبتحب كريم عبد العزيز. سيبنا 3 سندوتشات شاورما ساقعين. قالها لكريم عبد العزيز. لا انا ليا اللي ايه ده احمد زكي قال كريم انا ليا اللي بيقول كريم. ممكن نخرج بقى، احنا كسبنا وخلاص. بس انا كنت شاكك ان الاجابه الاخيره احمد بدير، فده اتاكد كده من الكنترول. اتاكد بس بعد اذنك نشوف الاجابه يمكن. النتيجه انا بقول لك لو الرقم كبير هنعمل 5-0 اكتساح لفريق اكشن. صحاب صباح الفل. كله تمام؟ هنعلن تمام؟ ثانية بس ثانية الحلقة. ثانية قبل الجايزة. استاذ سامر حسني عايز يقول حاجة. سامر حسني. استاذ جابر حسني. عملتوا الدولارات دي تحولوا لي حاجه ولا؟ ايوه صباح الفل. استاذ سامر غني لنا حاجة. والله العظيم نستحق غني لنا حاجة. ضحكناكم وبسطناكم في ايه؟ غني لنا حاجة بمناسبة الهزيمة اللي بغيب بعيش اسمها ايه؟ اعمل كده وارجع لنا قلبي معاك مش قادر انسى هواك. انزل بالشيك. حبيبي شيك متسطر بقى والنبي عشان طيب الجائزة المقدمة من أسرة برنامج أصحاب ولا فيستك 10 مليون دولار لفريق أكشن. هاشتاج فسا. السلام عليكم. بس أنا عندي بعد إذنك يعني اي حد يصرف. بعد إذنك بس أنا عندي خبرين. خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو هو إن هم فازوا بشيك 10 مليون دولار. الخبر الوحش إن هو ده الشيك. مش هيتصرف. هو ده نصب تذكاري كده تاخدوه زي ما هو. ده متسطر من كتر محدش هيعرف يصرفه خالص ولا حتى صاحبه. فنسمع تحية كبيرة قوي لفريق أكشن. فرحانة بإيه؟ خدت حاجة. ما تنسوش تعملوا لنا بازوكا حابب تقول حاجة؟ الراجل اللي هيقفل ما قلتش مبروك. مبروك عليه بقى، بس شكلكم بقى مفهوم تمام. الراجل مبسوط انه خسر. كسبه خشب. لو انبسطتوا بالحلقه وعجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا ليكم. سلام عليكم، نشوفكم الحلقه الجايه.